صلاح الدين مصدق المدافع المغربي مدافع نادي الزمالك يفسخ تعاقده مع نادي الزمالك. انباء قويه عن فسخ صلاح مصدق تعاقده مع نادي الزمالك من طرف واحد بسبب عدم حصوله على اي اموال لمده 4 شهور. بياخدش فلوس، الراجل قدم انذار يقال انه فسخ عقده من طرف واحد. هيشتكيك في الفيفا وهيقدم شكوى رسميه. الفيفا هيطلع له بطاقه مؤقته، هيلعب في اي نادي براحته لحد الفصل في الشكوى اللي طبعا هتحكم له بفلوسه وبقيه عقده بالكامل، بالاضافه لفوائد وغرامات كبيره على نادي الزمالك. مجلس اداره نادي الزمالك الفاشل يتجه الى اغلاق نادي الزمالك، يتجه الى وقوع نادي الزمالك. النادي هيقفل على ايد هذا المجلس. ضحكوا على الجمهور وقال لهم الارض، وخلوا الجمهور يركز في حته الارض عشان يداروا على فشلهم. اي فشل يقول لك اصل الارض اتسحبت. الارض دي ما هي الا شماعه، ما هي الا شماعه حاطينها للناس عشان يداروا بيها فشلهم. صلاح مصدق مش هيكون اخر لاعب، لسه القائمه تطول وكل اللعيبه هتفسخ عقدها مع الزمالك. محدش هيلعب لك ببلاش. مش قادر توفر امشي، مش قادر تدير امشي. صلاح مصدق كمان ما بيلعبش وبيستبعد دايما، فالراجل خلاص قال لك مش هيبقى على حاجه، فقال لك سلام عليكم. صلاح الدين مصدق لاعب الزمالك المغربي يفسخ تعاقده من جانب واحد مع الزمالك وفقا لتقارير كتيرة جدا.